في نفس سياق قصة الفيديو بتاع المرة اللي فاتت في قصتين تانيين منهم واحدة أنا مريت بيها شخصيا، وآخر الفيديو كده ممكن نتكلم في ديسكشن صغيرة ليها علاقة بالفيدباك مجمل الثلاث قصص مع بعض. هات الكوباية الشاي بتاعتك أو أنا هقوم أجيب كوباية الشاي وتعالى نكمل. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قصص قبل النوم. قصه او قصتين بتوع المره دي ليهم علاقه بنفس او في نفس سياق قصه الفيديو اللي فات، ومنهم قصه انا مريت بيها شخصيا، والقصه الثانيه هي قصه مر بيها والدي ربنا يبارك فيه ويطول في عمره. نبدا بقصه والدي لانها كانت اقدم شويه. الكلام ده كان من تقريبا 15 سنه او 20، مش 20 لا 10 سنين مثلا، ممكن 10 سنين، مش متذكر الوقت بالظبط. القصه تتلخص في ان والدي عنده بيت قديم مهجور في وسط البلد او القريه اللي احنا قاعدين فيها. احنا قاعدين في بيت على مقدمه البلد بعيده يعني في الاول، والبيت القديم موجود كنا قاعدين فيه زمان خالص من فتره وسط المدينه، يعني في وسط القريه اللي احنا قاعدين فيها. البيت ده مهجور، مفيش فيه حد ومفيش فيه اي حاجه، ومتقفل بالسور ومتقفل كويس. والدي من النوع اللي هو بيحب يربي طيور، يربي مواشي، يربي اغنام وهكذا. فهو كان حاطط في البيت ده، طبعا حاطط فيه كل الحاجات القديمه بتاعته، وحاطط فيه حوالي 5 أو 10 اغنام، يعني 10 رؤوس اغنام مع بعض، كبار وصغيرين، هي كبار واولادهم. بيروحوا يودي لهم الاكل والشرب ويبص عليهم فتره كل يوم او يومين يعني على حسب. مع الوقت بقى كبروا، بقى بدل ما 10 بس بقى وصلوا لحد بقوا 25 واحده، يعني 25 واحد واحده، خروف يعني خرفان، كان قطيع بقى تقدر تسميه قطيع دلوقتي يعني. في يوم ما طبعا انا ما كنتش فاكر اليوم بالظبط لان انا ما كنتش حاضر، وحتى كمان ما عرفتش غير متاخر بعدها ب3 شهور او بشهر او شهرين، يعني لما رجعت من القاهره عرفت بالصدفه في البيت. راح البيت ده في يوم ما لقاش ولا واحده. لقى حد، شخص ما عدى او مجموعه خدوهم كلهم في عربيه وبالليل ومشوا، على الرغم ان هو المكان في وسط القريه وفي وسط البلد وامن جدا. المفروض على الاقل ان حتى لو في حركه حوالين البيت هيبقى في ناس، السكان والجيران حوالين هيحسوا، بس ده ما حصلش الله اعلم. لكن ما لقاش ولا واحده حقيقيا، ولا واحده. اللي بيفكرني بالموقف ده ان انا وقتها لما قالوا لي، عرفت ان هم كانوا مخبين عليا عشان ما اتضايقش. يعني انا حتى اتضايقت فعلا اليوم ده، وكنت متضايق جدا وازاي، وكنت صعبان عليا والدي اصلا وصعبان عليا الموقف، وما جاش يعني، عدى خلاص يعني. المهم ما حسيتش بالموقف ده غير في القصه الثانيه اللي لسه هحكيها يعني. ما حسيتش قصه بموقف والدي يعني وثباته او رضاه او تسليمه للامر غير في الموقف الثاني، القصه الثانيه اللي هي القصه اللي تتلخص في حاجه بقى انا مستني شخصيا، طبعا بعيدا عن الهجوم اللي حصل في العربيه والسلاح والكلام ده. دي كانت قصه ليها سياقها المختلف او ليها رهبتها المختلفه، انما دي حاجه بتسرق منك. القصه بتاعتي بقى اللي انا مريت بيها دي، كنت في ايطاليا هنا، شغال في بلد اسمها لاتينا جنب روما، بينها وبين روما حوالي 40 دقيقه. وشغال عادي، البلد دي منها صغيره، فشبكه المواصلات العامه او الاتوبيس اللي بيعدي في الخطوط بتاعتها يعني ضعيفه شويه، او بتيجي متباعده كل ساعه مثلا، كل ساعه ونص، وفي اوقات بيجي متاخر، في اوقات بيجي بدري. كنت شغال عادي، وفي اوقات لما كان الجو كويس مش مطره كنا بنتمشى للشغل، في مشي حوالي 40 دقيقه مثلا، مش مشوار شويه لان مكان الشغل كان بره حدود المدينه شويه، في منطقه سكنيه مش مجاوره بس اطراف المدينه يعني، مش في السنتر. وانا كنت قاعد في السيتي سنتر، وكان في واحد صاحبي معايا برازيلي من الشغل، كان بيروح يجي بالعجله بتاعته، كان معاه عجله قديمه كده شويه، هي عجله من السرعات وكل حاجه، بس كانت مستخدمه قبل كده فما كانتش بالافشنسي او الجوده كويسه يعني. المهم كنا بنروح عادي بالاتوبيس رايح جاي، لحد ما هو صاحبي ده جه فتره كده وقال لي انا صف ان هو راح مسافر البرازيل اجازه شهر او شهرين مش فاكر، وقال لي انا هديك العجله بتاعتي تروح وتيجي بيها، انا بدل ما اركنها في البيت عندي، فخد العجله بتاعتي وخليها معاك لحد ما انا اجي وايه واخدها منك. الراجل مشكورا يعني عمل معايا جميله انا لا اتخيلها. العجله دي كانت زي رجلي كده، اللي رايح جاي بروح بيها السوبر ماركت، بروح اتسوق بيها، اروح اصلي بيها وارجع، اروح بيها الشغل كل يوم رايح جاي. مطره بقى مش مطره، كنت بروح بالعجله يعني، كانت فعلا عمل معايا جميله زي الفل ربنا يبارك له. المهم هو كان راجع مثلا يوم الخميس في نهايه شهر 12، وانا يوم الجمعه او الاثنين، الاثنين تقريبا يعني، هو راجع الخميس او تقريبا الخميس، وانا يوم الاثنين ده كنت خلاص بقى لميت شنطي وحاجاتي ومسافر مصر ومش راجع مصر تاني، ومش راجع ايطاليا تاني تقريبا. ف جه اليوم ده صباح يوم الخميس، هو جاي يوم الخميس بالليل او العصر يعني،
طيارته هتوصل العصر وانا عارف ان هو جاي، في يوم الجمعه ده هاخد العجله واروح اديها له، لان الراجل هيحتاجها طبعا، لسه جاي وعايز يمشي نفسه يعني، فاكيد هديله عجله يوم الجمعه يعني. بس فنازل الصبح يوم الخميس، كان بالمناسبه كان ساكن معايا حد في الاوضه، مش في الاوضه، في الشقه، شخص صديق برضو ايراني كان معايا في الشغل، وكان معاه عجله بتاعته برضو صغيره كده وزرقاء وحاجه مختلفه يعني، وكنا احنا بنركنها او بنقفلها باللوكر بتاعها قدام باب العماره يعني، باب الشقه، فلما بننزل بتبقى قدامنا كده. نازل بقى يوم الخميس، لما واخد شنطتي ونازل واخد المفتاح بتاع العجله ورايح انزل، السلم بقى متدرج كده وكبير لحد ما تطلع بره الشقه، فبص من فوق كده ما لقيتش العجله بتاعتي يعني، لقيت عجله صاحبي بس. فللحظه كده تخيلت ان اتس اوكي، ممكن صاحبي ده اللي هو الايراني ده هو كده عارف الباسورد بتاع اللوكر بتاع العجله بتاعتي، فممكن يكون خدها، لان هو ممكن يكون رايح العجله بتاعته باظت ولا حاجه وكان متاخر في الشغل وقرر ان هو يروح بدري مثلا فخدها، اتس اوكي، فعادي يعني. لحد ما ونزلت قدام شويه، لقيت اللوكر بتاعي موجود ومقطوع، مقصوص بمقص بقى، ما اعرفش قصوه ازاي، والعجله كده حرفيا العجله مسروقه. برضه ما قدرتش استوعب الموقف، تخيلت ممكن يكون صاحبي ده جه وعمل فيها المقلب ده، او بيهزر يعني، او صاحب العجله مثلا كلم حد يعمل كده، بس ده مش لوجيك يعني، واحد بيديني العجله وهياخدها مني بكره جه بيعمل فيها الموقف ده ليه يعني؟ لكن ولفيت حوالين السوبر ماركت، بصيت كده والكافي شوبس او الكافيتريات اللي حوالين في الشارع يعني، هل في اي كاميرا ممكن تكون لقطت حاجه؟ ما لقيتش. جيت واخد طبعا الوقت اتاخر، ميعاد الاتوبيس عدى لو كنت هروح بالاتوبيس، فمضطر ان اروح ماشي لانه مش هينفع استنى ساعه ونص لحد الاتوبيس التاني. خدت اللوكر معايا المقطوع ده ومشيت بيه من المكان ده لحد مكان الشغل. بس مشيت بقى، خدت مشوار 40 دقيقه ماشي، الصدمه والزعل والقلق ومش قادر ارضى بالموقف هذا استوعبه، وفي نفس الوقت متضايق جدا يعني، انا اتسلب مني حاجه، اتسرقت مني واتاخدت حاجه انا امتلكها حاليا بموجب الصاحب اللي سلفها لي، ومطالب ان انا اردها له طبعا، والحرامي ده او الشخص اللي جه خدها خد حاجه مش بتاعته، بتاعتي انا، وتعدى فيها على حق من حقوقي. فالموقف كان ان انا استسيغه وابلعه كده، ما كانش صعب، ما كانش سهل. 40 دقيقه ماشي في الشارع ماسك اللوكر ومتضايق بطريقه لا تقارن يعني. في اللحظه اللي كنت ماشي فيها دي تخيلت بقى موقف والدي. العجله دي تقريبا صاحبي دي ثمنها 150 يورو، اللي هي 3000 جنيه او 4000 جنيه بوقتنا يعني، او وقتها يعني. والدي لما اتسرق منه ال 25 غنمه دول، الواحده فيهم لو قلنا افريج، طبعا ممكن يكون سعرها مختلف او اغلى، لو الافريج واحده بس 1000 جنيه، فهم 25000 جنيه قد الحاجه بتاعتي دي 5 مرات ولا 7 8 مرات او 10 مرات يعني. فانا بالنسبه لي يعني، على قد الالم اللي حسيته او الدقيقه اللي انا حسيتها في الساعه اللي مشيتها دي، انا مش عارف والدي ازاي قدر يستسيغ الموقف ويرضاه ويسلم ليه ويقبله ويبقى عادي. والدي اللي كان بيهون عليه لما قالوا لي الخبر بالصدفه في البيت، قال لي عادي فداك وراحت سبقتنا وما تقلقش والحمد لله وسليمه وجت خير يعني والدي نفسه اللي مر بالموقف كان هو اللي بيهون لما عرف ان انا اتضايقت، وهم كانوا مخبين عليه عشان ما اتضايقش الموقف زي ده يعني. استرجعت انا الموقف ده وانا ماشي، وانا مسروق مني عجله ب 150 يورو ب 3000 جنيه ولا حاجه والمفروض يعني، والحاجه اللي كانت تستدعي الضحك يعني، او كنت ببص كده يعني كلمه لو دي اتضايق فعلا. لو الحرامي ده استنى يوم واحد لتاني يوم كان هيجي بشهريه، لان انا يوم الخميس ده والله اليوم اللي كان سرق فيه كنت هاخدها بالليل اديها لصاحبي يعني، تاني يوم هو محتاج العجله بتاعته يعني. لو كان استنى ساعتين مثلا 3 او ما كانش الله اعلم كان هسرقها بالليل مثلا، لو كان استنى وكسل مثلا وقال خلاص انا هسرقها يوم تاني كان هيجي مش هيلاقيها. فده في حد ذاته كان برضه مأزم جواه يعني، احساس انك يتسلب منك او يتعدى على حق من حقوقك لا يقارن يعني، ربنا ما يكتبه على حد. وزي ما قلت لما استرجعت قصه والدي، كانت القصه فعلا حسيت قد ايه والدي ده على كده، والدي بقى ربنا يبارك فيه ويطول في عمره يعني، ده ازاي قدر يستقبل حاجه زي كده ويبقى راضي فيها وما ما يتضايقش يعني، او ما يكونش فيه، هو اكيد اتضايق اكيد، بس ما يكونش باين عليه الغضب يعني. الكونكلوجن بقى او الفيدباك او القصه بتاع الدسكشن بتاع الموضوع ده، الموضوع اللي حصل فينا في القصه بتاع الفيديو اللي فات ده، اللي هو قصه في اللغه العربيه او في القبائل العربيه زمان كانوا بيسموها حد الحرابه يعني، اسمها دي الحرابه، اللي هي انت حد
قافله ماشيه من مكان لمكان محمله ببضائع، فناس مجموعه مش واحد، مجموعه يعدوا على القافله دي يقتلوهم او ياخدوا الحاجه بتاعتهم ويسرقوهم وينهبوهم. فده اسمها، كان ليها حد في الاسلام، لما الاسلام جه شرع الحد ده اسمه حد الحراب، اللي هو قاطع الطريق اللي بيسرق بسلاح يعني ويقتل فيها حد او يهدد فيها حد بالقتل ويسلب منه حاجته يعني. الحكم للايه دي نازل فيها ايه مخصوص. حكم الحرابه ده حكم اعلى، يعني مش هقول كونسرفتيف او حاجه متعصبه قوي، بس الايه نفسها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقطعوا ويصلبوا او ينفوا في الارض، اللي هو انت عند حد الصلب، يعني تصلبوا او تقطعوا ايديهم من خلاف. انا مش متذكر الايه طبعا، بس الايه فعلا ايه صعبه قوي، يعني انت مش متخيل الايه صعوبتها دي. لكن انا وانت او اي حد واقف بره المشهد يعني لا كتير قوي صعبه، بس لما تكون جوه الموقع المشهد نفسه وتمر بيه هتعرف ان الحد ده فعلا كان مطالب، كان الحد ده فعلا ليه قيمه ان الشخص اللي هيعمل كده، اللي هيسرق ويروح يقطع الطريق على حد وينهب منه حاجته ويسرقه خارج المدينه، يعني الشخص ده فعلا يستحق يحصل له كده. انت لما تمر بالموقف ده هتعرف قد ايه الموقف ده صعب جدا ان اي حد يمر بيه. نفس قصه السرقه، انا بقول لك لما اتسرق مني عجله كنت منهار ومتضايق، واليوم كله كان صعب جدا عليا. ووالدي الله اعلم باللي حصل له ده كان ايه اللي حصل في يومها يعني. حد السرقه، حد ان انا وانت لما نقف كده ونشوف شخص اتسرق هيتقطع ايده بسبب السرقه او العقوبه بتاعته صعبه يعني بنستصعبها، بس لما تمر انت بالموقف ده ويتسرق منك الحاجه دي هتحس بقد ايه. لا انا ممكن اسامحه بعدين، بس فعلا سلب الشيء منك او تعدي على الحق من حقوقك موقف لا يحمد عقباه، يعني موقف مضايق جدا وصعب قوي اصلا تمر بيه. اذكر حتى شخص عزيز على قلبي جدا اتسرق منه المارك بتاع العربيه، العربيه مثلا اللي هي الجيب دي مثلا اتسرق منه المارك. انا ما اعرفش بيسرقوا يعملوها ايه، بس شخص ما لما راح رجع العربيه بتاعته لقى شخص ما سرق المارك ده. فضل اليوم كله يسب ويلعن ويتضايق، واليوم كله تعف. يعني الحاجه دي ممكن اصلا على قد ما هي ذات القيمه، ما اعرفش ذات القيمه ولا لا، بس على قد ما هي شكلها حلو وحد بوظها وتعدى على ملكيه شخص تاني، كان متضايق جدا اليوم كله. لو حد مر بتجربه سرقه او اعتداء على الحق او سلب او نهب حق منه، وسالته عن حد من حدود السرقه او حد من الحدود اللي ربنا شرحها دي، هتلاقيه فعلا لا ربنا لما شرح حاجه زي كده ما كانتش جزافيه، ما كانتش حاجه من الهوى، بالعكس ده كانت ليها فعلا مردودها وليها سببها وليها حكمها يعني. بس ربنا ما يكتب على حد سرقه ولا اكراه ولا ان هو يتثبت في طريق، بس هو فعلا المواقف دي مواقف من المواقف المؤلمه يعني، ربنا ما يكتب على حد ويشوفها على حد. بس كده، وكالعاده مفيش هاشتاج.